اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وحشتوني والله بجد، ما تحرمش منكم أبدا ولا من سؤالكم عليا. في ناس معينة سألت عليا يعني اللي أنا غايبة الفترة الطويلة دي، بس والله غصب عني على حسب الفيديوهات أو الفيديو ملاقيه كويس أو انتوا تستمتعوا بيه أو مفيد بنزلهولكوا على طول. والله زي ما انتوا شايفين كده كان فرح ابن خالي، ابن أخو حماتي يعني، يبقى ابن خالي. زي ما انتوا شايفين كده كنا يوم الحنة بتاعته. عقبال كل البنات وكل الصبيان يا رب يفرحكوا جميعا. كان جايب الطباخ في نفس اليوم وكان عامل فراشة، هوريها لكم دلوقتي. اللي هي الفراشة يا بنات اللي هي قاعدة يعني تضلل على الناس وهم قاعدين وكراسي وكده. زي ما انتوا شايفين كده كان راجل يعني كانوا جايبينه اللي هو الخباز ده، وكان جايب معاه 3 صبيان كانوا بيخبزوا على طول عشان العيش يكون طالع سخن وفي نفس الوقت طعمه حلو للناس اللي هي بتاكل طبعا في الفرح. زي ما انتوا شايفين كده هو مقطع صغير شوية بس انتوا هتستمتعوا بيه بصراحة. في نفس الوقت كان الطباخ في الجنب التاني بيطبخ بقى اللي هو الأكل. كانوا عاملين بصراحة بسم الله ما شاء الله أكل كتير خالص. عقبال يا رب ما تعملوا لأولادكم ولبناتكم. زي ما انتوا شايفين كده اهو. وكان العيش طالع طري وأبيض، كان فظيع بصراحة، كان طعمه حلو. والولد الصغير اللي كان معاه ده بيطلع العيش من الفرن، يعني الراجل الكبير ده بيحطه كده على العرصة، والولد الصغير ده كان بيطلعه. زي ما انتوا شايفين دي بقى اللي قصد عليها الفراشة اهو. بيبقى مكان كده معمول بالخشب، واللي هي ستاير اللي هي الزرقا ديت عشان تضلل من الشمس. وكانوا جايبينه اللي هو الشفاط الكبير اللي عامل زي المروحة دي عشان يجيب هوا للناس وهم قاعدين بياكلوا او بيشربوا الشاي. والجنب التاني اللي هو على الشمال ده كان الطباخ طبعا وبيعمل الاكل والسفرة يعني بتاعت الاكل والناس يجوا يقعدوا عليها وكده. والجنب اللي هو على اليمين اللي ورا الخباز ده، الناس لما بتخلص غدا بيطلعوا يشربوا شاي، يشربوا عناب، قهوة، على حسب طبعا المشروبات اللي بتبقى ايه عند الراجل. وفي اخر الفراشة دي من الاخر خالص واحد بتاع قهوة وبيعمل شاي وبيعمل عناب وكده. دلوقتي برضه هتشوفوا والعزال وهو جاي حاجة بصراحة ربنا يفرح الجميع. اسفة ان المقطع ده جاي بالطول كده، بس التصوير كان مختلف ساعتها. كان ساعتها بقى العزال كان جاي وكان العريس واخوه هم ولدين. الكبير طبعا ربنا يسعده يا رب، والصغير ربنا يفرح ابوه بيه. كانوا جايبين حصنة بيرقصوا يعني يوم الحنة وكده. كان بالنهار ساحة العزال واخر النهار بقى الحنة اللي هي بالليل. وبالنهار كانوا جايبينه ايه ساحة العزال. كان العريس راكب حصان واخو العريس حصان وابو العريس حصان، كانوا 3 حصان اهو زي ما انتوا شايفين. اللي بيسقف ده اخو العريس، واللي في النص ده ابو العريس، والعريس طبعا اللي هو في اخر اللي هو راكب الحصان الابيض. بصراحة كان يوم ممتع خالص. والحصان دي الحصانة يعني بتعمل منظر حلو بصراحة. كان يوم حلو اهو زي ما انتوا شايفين. اسفة ان انا برغي كتير بس عشان اقول لكم بس التفاصيل. ده كده خلاص كان رقص الحصانة دي كان قبل العزال ما يجي. اما العزال جه بالعربيات اللي انتوا شايفينها دي عزال طبعا العروسة. احنا عندنا العادات والتقاليد دي. الشباب بقى او الصبيان اللي يشيل بيشيلوا الكراتين، البلاستيك، الاجهزة الكهربائية، الغسالة، التلاجة، الحاجات اللي هي الكبيرة بتاعت العروسة دي كلها. وعلى حسب طبعا اتفاق العريس والعروسة اهو زي ما انتوا شايفين. كانت بسم الله ما شاء الله جايبة عزال ياما. والله كنت مصوره لكم تفاصيل كتير بس مع الاسف التليفون بتاعي مسح كل الفيديوهات اللي عندي. انا عرفت اجيب لكم الفيديوهات بتاعه النيش او بتاعه الشقه
من سلفتي، كانت سلفتي رخرة مصورة معايا وكده. ان شاء الله لو عرفت اجيبها لكم هجيبها لكم وانزلها لكم باذن الله. كده خلاص بعد العزال ما جه، الحمد لله. بعد العزال بقى ما جه، وكان اهل العروس طبعا بيرصوا عزال بنتهم. احنا بقى كنا تحت لان احنا تبع العريس. قعدنا بقى شوية دلوقتي يعني، فرحنا العريس وسقفناه وزرغطنا وفرحنا نفسنا وفرحنا في نفس الوقت. ده برضو كان العريس بيرقص وكده. اهو زي ما انتوا شايفين اللي واقفين دولت مش غرب يعني، خالتي اللي هي اخت حماتي، وعيال خالي برضو، خوات حماتي وكده، والناس جيرانهم وكده. وانا طبعا كنت على السلم من فوق بصور.